زمان كان الست بتجهز لجوزها المية بالملح ديت تدفي، المية دي سخنة رجليكي تتحملها. كان الواحد منهم لما تكون رجليه تعبانة بتخف وبتطيب من المية بملح. طبعا هعمل ايه دلوقتي؟ هحط رجليا في المية 10 دقايق، تمام. وبعد ما حطيت رجليا في المية 10 دقايق شلت رجليا من المية ونشفتها كويس. وتخيلوا بقى ان ديت رجلي اللي انا بقى بس طبعا مش هقدر اصور على رجلي عشان حرام طبعا. هعمل على ايديا كده كأن ديت رجلي وبصور عليها يعني. تعملي صوابع رجليكي وكمان الكعب وكف رجلك كده كله بالمبرد كده زي ما شفتي. طبعا كلكم عارفين هتعملوا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. ده السكراب تقشير وترطيب جميل جدا. اي نوع سكراب عندك اعملي بيه، مش شرط النوع ده يعني، ده بالعسل. اي نوع عندك اعملي بيه. تاخدي على الفرشة كده وتعملي صوابع رجليكي من عند الاظافر عشان لو في اي حاجة ركنة كده على جنب الضافر هتنضف وتلاقي الدنيا بقت تمام معاكي وجميلة. وتعملي برضو الكعب ورجلك كلها من فوق ومن تحت كده وهتلاقيها بقت ناعمة وجميلة جدا. بعد كده هتغسلي رجلك، بعد الحركة دي هتغسلي رجلك. هتجيبي بقى المبرد بتاع الأظافر ده، أي مبرد برضو عندك وتستخدميه وتظبطي الأظافر بتاعت ضفر رجليكي كويس أوي. ولو في بقى جنب الضفر كده جلدة كده بتبقى جلد ميتة أي حاجة كده زيادة بالقصافة كده وهتشيليها كده بالراحة كده، هتشيليها هتظبط الدنيا كده عشان يبقى شكل رجلك كويس. رجلينا هي حتة من جسمنا زيها زي اي حتة في جسمك، لازم تهتمي بيها كويس قوي عشان شكلها بيبقى جميل. نظافة الست بتبان من رجليها ومن ايديها ومن ريحتها الحلوة. دوت لوشن لتقوية الأظافر، ده أنا وصفة الدكتور يعني. اللوشن دوت جميل جدا. لو عندك تقصف في الأظافر هتستخدمي 3 شهور. كنت جايبها ب40 جنيه. جميل جدا جدا يا بنات على الضفر كده لمدة 3 شهور بس. الإزازة دي هتكفيك 3 شهور. ولو حبيتي تعملي تاني طبعا على ضوافر ايديكي على ضوافر رجليكي جميل جدا مقوي وحلو خالص خالص. ادعولي بقى على الحاجات الحلوة البسيطة دي بدل ما تروحي تكشفي عند دكتور وشتة بقد كده. ده بقى مرتب جميل جدا جدا. هقول لكم هو مكون من ايه. تاخدي منه على رجلك كده وبتدهنيها وتسيبيها. بصي في ثواني بتلاقي جسمك اتشرب المرطب ده. طبعا رجلينا بتتعب وبتبقى جافة من تحت من الكعب كده بتجف وبتعمل قشور. كل الحاجات اللي عملناها دي هتنضفي القشور وهتلاقي كل حاجة بقت معاكي تمام. دوت مكون من ايه؟ جريسلين، تراي نترات وخلاصة القرنفل، بنسينول، زيت بذر العنب، خلاصة الكاموبيل، زيت جنين القمح، دايمسكون، ميسيسكون، اسماء غريبة كده. وزيت زيت الحلبة، وزيت الحبة السمراء، اقصد زيت الحبة السمراء معلش العتب على النظر، وزيت شجرة الشاي، وخلاصة برضو كلام غريب كلام دي وكلام دي لا المهم انه وتنك اسد مش فاهمة بصراحة يعني. وشوية حاجات حلوة قوي كده. طبعا بعد كده بتعملي انا كنت بقرا مش مركزة في الفيديو بصراحة. لوش بتاع دوت بادي سبلاش عشان يخلي رجليكي حلوة ريحتها جميلة، او برفان عندك اي نوع برفان بتحبيه. طبعا رجليكي تبقى ريحتها حلوة وكلك كده على بعضك حلوة وكل حاجة حلوة معاكي ونضيفة. انسي بقى الدنيا وهتعيشي مرتاحة نفسيا وكل حاجة. مع السلامة. رجعت لكم تاني. ضروري جدا جدا بالنظافة الشخصية والرجلين والايدين وكل حاجة في جسمك. ضروري جدا تهتمي بيها. شوية حاجات بسيطة هي هتلاقيها عندك في البيت، واي مرتب عندك هتستخدميه. تمام.